يا هلا بيكم بمهندس الملخصات، واليوم معانا فيلم جديد. ولو كنت بتشوفنا لأول مرة يا ريت تنزل وتشترك بالقناة ليوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا بمدينة يونانية سنة 1969، وبنعرف إنه الحكومة اليونانية بهذه السنة كانت ديكتاتورية ضد الشيوعيين، وبتمنع دخول التلفاز لأي بيت، لأنه بحسب الحكومة التلفزيونات بتضلل الناس وما بتوصلهمش أخبار صحيحة. وبينتقل بين المشهد لقرية صغيرة بعيش فيها الناس حياة بسيطة، وبنشوف فيها أطفال صغار اسمهم توماس، هيراكل، فينوريوس، فوتيز، وأخيرا بطل فيلمنا اللي اسمه أخيال. وبيروح الأطفال لما كان موجود في طائرة محطمة من وقت طويل، وبنعرف من كلامهم انهم ناويين يجمعوا فلوس مع بعض علشان يعملوا تشوك اح مع اورانيا اللي بتكون بنت الليلة الوحيدة بالقرية. وبينتقل بين المشهد لما كان اخيال قاعد مع بنت اسمها زوي، وبيتكلم الاثنين عن النجوم الموجودة بالسماء، وبيحكي اخيال لزوي عن حبه للنجوم وعن هدفه انه يصير رائد فضاء بالمستقبل. وباليوم الثاني بروح اخيال مع اصحابه ومعاهم فلوس ليروحوا لبيت اورانيا ليعملوا معاها تشوك اح. وهنا بنشوف اورانيا واللي بتكون فتاة جميلة جدا، بس اورانيا بتحكي لهم بانهم لو كان واحد فيهم عاوز ينام معاها فلازم يدفع اكثر، وبما انه المبلغ قليل فحتكفي بانها بس تخليهم يتفرجوا عليها وعلى جسمها بهالمنظر. وبيكون الاطفال راضيين لانهم مسحورين من جمال اورانيا. واو، جميله فعلا. وبعد كل هذا بيرجع اخيل لبيته وبيبهدلوا ابوه على تاخره عن الغداء، وبيقول اخيل انه بالمستقبل عاوز يكون طيار او رائد فضاء، بس ابوه بيحبطه وبقول له انه مش حيوصل لهدفه، وبانه حيصير حداد مثل ابوه لا اكثر ولا اقل. ولما يتكلم اخيل مع جده بنعرف انه اخيل محترف جدا بالرسم. وبنفس اليوم بالليل بروح اخيل وتوماس وبيشتروا تذاكر للسينما ليحضروا فيلم للكبار فقط، بس حارس السينما بيطردهم لانهم لساتهم صغار. بس اخيل بصير انه يشاهد الفيلم الاباحي وبيصعد على السور وبيشاهد، بس لسوء حظه بيتزحلق وبيوقع على الارض وبتنكسر رجله، وبيتم ارسال اخيل للمستشفى وبيتم تجبير رجله. وبيعرف اخيل من الدكتور انه في حدث مهم جدا للبشريه، واللي هو انه المسبار الفضائي الخاص بوكاله ناسا الفضائيه اللي اسمه ابولو 11 حينطلق بمهمه للقمر، وبانه البشر حيمشوا على القمر لاول مره بالتاريخ، وبانه هالشيء راح يكون ترند كبير وحيتصدر قنوات الاخبار على التلفزيون. فبيحزن اخيل لانه القريه ممنوع يكون فيها تلفزيونات ومش حيقدر يشوف البشر وهم يمشوا على القمر لأول مرة بالتاريخ. وقبل ما يطلع أخيل من المستشفى بيعطيه دكتور بوستر لمهمة أبولو 11 اللي حترسوا على القمر، وهذا البوستر فيه كل المعلومات عن هذه الرحلة الفضائية. وباليوم الثاني بتروح أورانيا لمحل فوتيز صاحب أخيل، وبيكون فوتيز مبهور بجمال أورانيا جدا، وبتطلب أورانيا من فوتيز إنه يحضر لها العلبة الموجودة بأعلى الرف، بس فوتيز بيكون مركز بالنظر على أورانيا فبتسقط العلبة على راس أبوه بالغلط وبيهرب فوتيز من المحل. وبيجمع فوتيز كل أصحابه بمكان واحد وبيحكي لهم إن أورانيا كانت بمحل أبوه اليوم. وبعدها بيحكي أخيل لأصحابه عن المسبار الفضائي أبولو 11، وبأنه البشر حيخطوا لأول مرة على القمر برجليهم، وبأنه حيكون حدث عظيم جدا، وبأنه لازم يجمعوا فلوس ليشتروا تلفزيون ليقدروا يحضروا هبوط أبولو 11 على القمر، بدل ما هم بيجمعوا فلوس وبيروحوا يعطوها لأورانيا بس لتوريهم جسمها اللي بخزي. بس فوتس بيعارض كلامه وبقول بأنه كل اللي عاوزه إنه ينام مع أورانيا ومش عاوز أي حاجة ثانية. وبيعمل أخيل تصويت بين أصحابه علشان يشتروا التلفاز أو يروحوا لأورانيا، فبوافق الأغلبية إنهم يجمعوا فلوس ليشتروا تلفزيون جديد. وبتنتشر الأخبار بين الكرويين إن الأطفال بدأوا يجمعوا فلوس ليشتروا تلفزيون، فبقرر الكرويين يساعدوهم بالموضوع، وبيعمل الأطفال مسرحية كوميدية بالقرية بيحكوا فيها للكرويين إنه الإنسان حيمشي على القمر لأول مرة، وبينه خسارة كبيرة لو فوتوا هذا المشهد الكبير لو ما اشتروش تلفزيون. واثناء هالشيء بتيجي أورانيا وزوي ليحضروا المسرحية، وبيبدأ فوتس يطلع على أورانيا بنفس الوقت اللي بيكون أخيل يطلع فيه على زوي، وبنعرف إنه أخيل بحب زوي جدا ونفسه يرتبط فيها. وبعد انتهاء المسرحية بصفق الجمهور وبيتبرعوا للأطفال ليشتروا تلفزيون جديد، وبيعد الأطفال الفلوس بس بيكتشفوا إنهم ما جمعوش حتى نص حق التلفزيون. وفجأة بيحكي فونوريوس إنه في متسول أعمى اسمه بينيتو بيشتغل بمنجم للذهب، والشائعات بتقول إنه عنده الكثير من الذهب اللي مخبيه بمقعد الحمار اللي بيركب عليه. ففورا بيروح الأطفال ليشتتوا بينيتيو وبيقدروا ياخذوا الحمار منه وهو مش منتبه ليهم لأنه أعمى. وبيبدأ الأطفال يفتشوا بالمقعد بس ما بيلقوش ولا حاجة، فبيشعروا كلهم بالإحباط. وباليوم الثاني بيروح أخيل لرئيس المخفر وبيرسم له شكله مقابل الفلوس. واثناء هالشيء رئيس المخفر بيتلقى اتصال من ضابط توظيف وبيحكي له بأنه ممثل الرئيس الأمريكي حيزور القرية. وبيسمع أخيل هالكلام وبيرجع للبيت وبيحكي لأمه عن زيارة ممثل الرئيس الأمريكي، وبتعطيه أمه فلوس لتساعده يشتري تلفزيون لأنه النسوان بالقرية قرروا يساعدوا الأطفال يشتروا تلفزيون جديد. فبيفرح أخيل وبيحضن أمه، وبهيك ما بضلش على الأطفال إلا شوية مصاري بس ليقدروا يشتروا التلفزيون الجديد. وباليوم الثاني وبينما الأطفال متجمعين على باب السينما بيجي شخص غريب وبيتكلم معاهم وبقرر إنه يساعد الأطفال بشراء تلفاز جديد، بس بالمقابل لازم ياخذوا أعلام أمريكا معاهم وينشروا الخبر لأهاليهم إنه ممثل الرئيس الأمريكي حيزور قريتهم. فبوافق الأطفال فورا وبنروح لرئيس المخفر اللي بيجي نفس الشخص الغريب اللي اتكلم مع الأطفال. وبعدها بنعرف إنه هذا هو المسؤول الأمني لممثل الرئيس الأمريكي، وبيحكي لرئيس المخفر بأنه إجراءاته الأمنية لازم تكون قوية جدا، وخصوصا بهذا الوقت اللي ممثل الرئيس الأمريكي حيزورهم فيها. وبيسأل رئيس المخفر عن أي شيوعيين موجودين بالقرية لأنهم يمكن يكونوا خطيرين على ممثل رئيس أمريكا. وباليوم الثاني بنشوف أبو وأم
أخيل بيتقاتلوا، والسبب إنه أخيل بيكون جايب معاه علم أمريكا لبيته لأنه أبوه بيكون شيوعي وبيكره أمريكا، بس للأسف بتيجي الشرطة وبتقبض على أبوه أخيل لأنه شيوعي وضد الحكومة، وبياخذوا معاه مالك متجر المطبعة. بس لما تشوف الشرطة إنه الاثنين كانوا عايشين بالقرية لوقت طويل بتقرر الشرطة تخلي سبيلهم. وبعد هالحادثة بيتغير سلوك والد أخيل تجاهه وبيبدأ يدعمه بحلمه إنه يكون رائد فضاء. وبهالفترة بيزور ممثل الرئيس الأمريكي القرية وبيرجع بأمان دون ما يحاول أي حد من الشيوعيين يغتالوه. وبعدها بيروح الأطفال بعد ما جمعوا الفلوس الكافية ليشتروا تلفزيون أخيرا، بس بينصدموا لما يكتشفوا اختفاء الفلوس، وبما إنه فوتيز هو الوحيد اللي مش موجود معاهم فهو المشتبه به الوحيد اللي سرق الفلوس. وبيستنتجوا إنه أكيد راح لعند أورانيا لينام معاها بالفلوس لأنه هذا هو حلمه زي ما قال لهم. ففورا الأطفال بيتوجهوا لبيت أورانيا، بس للأسف بيكون فات الأوان لأنه فوتيز نام مع أورانيا وعملت شك أحا وخلص زمان. وبتطلب بعدها أورانيا من جميع الأطفال إنهم يدخلوا لبيتها، فجميع الأطفال بيدخلوا باستثناء أخيل اللي بيكون حزين جدا لأنه مش حيقدر يشوف اللحظة التاريخية لهبوط الإنسان على القمر لأنه ما فيش تلفزيون. وعلشان نتنكد عليه أكثر بيشوف زوي بتغادر القرية مع حبيبها الجديد على دراجة نارية، وفجأة بيشوف الرجل الأعمى بينيتو وبيكون جايب معاه تلفزيون جديد من المدينة. فبيفرح أخيل جدا وبيرجع مع بينيتو للقرية، وبيجهز الكرويين التلفاز الجديد اللي جابوا بينيتو ليشوفوا الإنسان بيهبط على سطح القمر. بس للأسف التلفزيون ما بيلقطش الإشارة، فبيحزن أخيل جدا. بس فجأة بيجي توماس ومعاه أنتينا للتلفزيون، وبيشتغل التلفزيون بنفس اللحظة اللي وضع فيها الإنسان رجله على القمر. وبهالنهاية بيفرح أخيل جدا وبيخلص ملخص فيلم أورانيا. اشترك بالقناة يا صديقي لو كنت جديد ليوصلك كل جديد، فعل زر الجرس واترك لايك للفيديو لو عجبك لتدعم نمو واستمرار القناة، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية إن شاء الله.